العزومة النهاردة ضرب نار بجد. عزومة من العيار التقيل. صحيح هي أكلتنا الشعبية اللي ما نقدرش نستغنى عنها، بس كل الناس بتحب اللوبيا، كل الناس بتحب لحمة الراس. كمان لحمة الراس والفشة والحاجات دي حاجة مزاج المزاج. ايه رأيكم نشوف عملنا ايه؟ تعالوا اتفرجوا. عندي مية على النار، حاطة فيها قرن فلفل وبصل وطماطم، وحاطة فيها كمان واحط فيها فلفل اسود وحبهان ورق لورا وجوز الطيب زي ما انتم شايفين كده. تمام. هبشر جزء صغير. في ناس يا جماعه بتقول عليها حرام وفي ناس بتقول مش حرام، ولكن احنا اتعودنا طول عمرنا ان احنا نستعملها. المهم ادي لحمه الراس كنت غسلاها ووريتكم قبل كده عندي على القناه ازاي انا بغسل لحمه الراس. منضفاها كويس قوي، غسلاها مره واتنين وتلاته، وادي حطيتها في ايه الميه وهي بتغلي. انا جايبه بسم الله ما شاء الله 2 كيلو ونص لحمه راس، لاني الناس المعزومه عندي عاوزين لحمه راس من ايدي. عندي ماده دهنيه حطيتها في الحله، زيت سمنه اللي انت عاوزاه حطيه، سمنه بلدي طبعا ولا زبده تبقى حاجه تاني. هحط الفراخ طبعا، الطاسه لازم او الحله اللي هحط فيها لازم تكون سخنه قوي. الفراخ دي عملت شوربه في منتهى الجمال بالطريقه دي. هتحطيها لحد ما تتحمر من تحت، وهتبتدي تقلبيها، هتغطيها كمان. بعد كده هتقلبيها من كل الجهات. تمام. عندي برضو بصل وفلفل وطماطم، دي التتبيله لكل انواع اللحوم او الفراخ والبط والكلام ده. نص معلقه كركم، نص معلقه الكركم دي هتغير طعم الشوربه تماما. وفلفل اسود، وطبعا جوز الطيب ولا قراوله. هتقلبي كويس لحد ما تاخد لون. وبعدين عندك ميه سخنه، يعني يفضل تكون ميه سخنه، حطي عليها، سيبيها بقى تغلي، غطيها وسيبيها تغلي، هتاخدي احلى شوربه. الملح ما تحطوش دلوقتي، حطيه في الاخر، وحطي الكبد والقوانص. بعدين شوفوا بقى لحمه الراس، انا حبيت اوريكم ان لا ريمه ولا اي حاجه طلعت منها، يعني الريم اللي بيتشال من العيش لا مفيش. وادي كمان شوربه الفراخ صافيه وجميله وطعمها لذيذ جدا. انا عملت منها الرز، وكمان حطيت شويه على اللوبيا، طعم خرافه. بصوا وشكلها كمان ولونها، ولون الشوربه صافيه جدا. تعالوا نشوف. عندي لوبيا انا كنت نقعاها من امبارح بالليل لحد الصبح، يعني نقعاها من بالليل والصبح. طب افرض انا ما نقعتهاش، ممكن احطها ساعه او ساعه ونص في ميه بتغلي. يعني انا هغلي ميه وهنقعها ساعه ونص، وبعد كده هغسلها كويس تحت الحنفيه، بعد كده احطها تتسلق. البطاطس اللي كانت عندي في البيت كانت صغيره، يعني بصوا انا بوريكم ان مش شرايح البطاطس الكبيره لا، بس هيبقى طعمها حلو قوي. عندي صينيه هحط فيها بصل مقطعاه جوليان، وعندي التوابل ملح وفلفل وسبع بهارات وكزبره، كزبره وملح وفلفل وسبع بهارات. هدعك البصل كويس. اهم حاجه يا جماعه اني تدعكي البصل كويس عشان يطلع ريحته. غسلت ايدي، بعد كده هبتدي احط البطاطس. صينيه البطاطس دي من احلى الحاجات اللي ممكن تتخيليها. ليه؟ لان انت بتسويها في الفرن، يعني انت بتخليها تغلي بس ادوبك تغلي على البوتاجاز، وتولعي الفرن وتحطيها وتسيبيها بتستوي مع نفسها، بتبقى طعمها خرافه. بعد كده انا عندي الطماطم، عندي شفشق خلاط واحد اللي هو لتر ده تقريبا، هحطها بس كده. هحط شويه ميه صغيرين في الخلاط مكان الطماطم وخلاص. طيب انا احط لها ايه تاني؟ هحط لها المكون اللذيذ ده اللي هي معلقه هريسه شطه. انا هحط معلقه هريسه شطه هتغير طعم صينيه البطاطس دي خالص، لان فيها توم، يعني فيها توم وفيها زيت وفيها كل حاجه. وهحط شويه زيت على الوش، مش هحط كتير. خلاص هسيبها تغلي على النار واحطها في الفرن. طيب تيجي اللوبيا بقى. عندي حله على النار هحط فيها ماده دهنيه، وهبتدي احط البصل. البصل لازم يحمر، هفضل اقلب فيه لحد ما يحمر. هحط بقى التوابل عشان تتحمص معاها، اللي هي ملح وفلفل
والسبع بهارات وكزبره، ملح فلفل 7 بهارات كزبره. تمام. افضل اقلب. انا عايزه اقول لكم ان انا حطيت صينيه البطاطس على النار تغلي غلوه، وبعد كده هفتح لها الفرن. خلاص كده البصله اتحمرت. هبتدي احط معلقه هريسه شطه، اساسا طعمها جميل جدا هريسه الشطه. لو عاوزيني اعملها لكم قولوا لي. افضل اقلب فيها، خليها بس دقيقتين عشان البصله تتطعم بهريسه الشطه. تمام. مع التوابل عندي طماطم. الطماطم هنا انا عامله شفشقين ونص. طب ليه؟ يعني الشفشق اللي انت شفتوه ده لتر، 2 لتر ونص. عشان انا هاخد نص الطماطم دي هعمل بيها حاجه بدل ما اسبك تاني ما في حلتين، لا هي تسبيكه مره واحده اهو حتى في الخلاط، علشان خاطر انا هستفيد بيها. تمام. انا هنا افتكرت بعد قفلت الكاميرا اني انا نسيت احط معلقه سكر، فهرجع تاني اولع الكاميرا واحط معلقه سكر. معلقه السكر دي بتعادل الحموضه، تعادل الحموضه اللي في الطماطم. تمام. سيبها بقى تتسبك اهي معلقه السكر، انا عدتها مرتين. نيجي بقى على النار تاني في زيت، وهحط كميه رز تقريبا الكيلو، كل نص رز بياخد معلقتين رز. يعني انت هتيجي تحمري الرز، انا كنت عامله كيلو ونص تقريبا، فانا خدت 6 معالق رز، 6 معالق كبار من اللي هي دي، 6 معالق غسلتهم وهحمرهم. الرز لازم يتحمر كويس عشان يبقى حبايه وحبايه او رز مفلفل. طبعا بتكتر الماده الدهنيه. التسبيكه اتسبكت. طيب انا عندي حلايه صغيره وعندي الكبش، هاخد ايه زي ما انا قلت لكم الشفشق الخلاط اللي حطيته في الاخر اهو، هاخده عشان اوريكم هنعمل بيها ايه. انا عايزه اقول لكم والله ان ضيوفي طبعا الاكله دي للغاليين وبس، كانوا مبسوطين قوي بالاكل. مش القيمه في الاكل، القيمه ان انت تحترمي ضيفك وتقدمي له احسن ما عندك. طبعا انا كان عندي عامله سلطه خضراء ولسان عصفور، وكنت كمان عامله عصير، ولكن ده كله ما صورتوش لان هم جم يعني في نصي وانا بعمل كده. اللوبيا خلاص هحطها، وكمان انا عملت طشه للوبيا برضك ما صورتهاش. بحمر تومه وبحط لها كزبره وبطش لها بقى اخر حاجه اخر ما تستوي. انا عارفين ان اللوبيا مستويه، فانا كده هسيبها تغلي غلوتين واحط لها شويه شوربه واطفي عليها. خلاص كده الرز اهو بيتحمر كويس قوي. لازم وضروري زي ما قلت لكم الرز يتحمر، ما تخافوش مش هيتحرق طول ما انت ايدك بتقلبي فيه كتير. خلاص كده الرز اتحمر اهو زي ما انتم شايفين. خلاص هحط الرز، واحط ايه بقى، هحط شوربه الفراخ اللي احنا عملناها. هيودي الرز ده في حته تانية خالص لان فيه كركم، لان لونه حلو قوي، كمان لون الشوربه حلوه جدا وطعمها متنكه، لاني انا عامله فرخه بلدي مش عامله فرخ يعني بيضه، لا فرخه بلدي. خلاص كده هحط الشوربه واسيب الرز يستوي. طيب لحمه الراس، فاكرين التقليه اللي انا خدتها من التسبيكه اللي انا خدت منها شويه، هبتدي احط شويه كده على ايه، على لحمه الراس، واقلبها كويس واحطها في الفرن. هي كده كده لحمه الراس مستويه، فهي هتطعم ب بالتسبيكه. انا بعمل حاجه تاني، بسوي يعني في مرة تاني بسوي اللحمة نص سوا وبسبك تسبيكة. أول ما أحمر البصلة برمي فيها لحمة الراس، وبعد كده بحط عليها ايه الطماطم وبسيبها تتسبك. الطريقة دي جديدة. خلاص اهو الرز استوى بقول لكم، وادي كمان الفاصوليا، وادي شكل اللوبيا بعد ما استوت. طبعا انا كنت زي ما قلت لكم طشيت لها طشه تومه بكزبره. وكده بقى النهايه، ادي اللوبيا في الاخر، ادي الرز والفراخ، ادي الفراخ. وطبعا انا سبت شويه من الصلصه اللي كنت حاطاها على لحمه الراس، حطيتها على الفراخ، وادي لحمه الراس، وادي كمان الشطه او الهريسه